الراجل في الصوره قدامك ده لولا كانت بيوت كتير قوي هيبقى فيها عزا، اسر كتير كان ممكن تتيتم وتفقد حد عزيز عليه. طب امتى الكلام ده؟ كان هيبقى امبارح. اللي قدامك في الصوره ده اسمه خالد عبد العال. عم خالد عمل حركه هنا تدل ان احنا الحمد لله لسه جوانا خير. الراجل ده شغال سواق على تريلا اللي هي بتحمل بنزين وبتفضيها في المحطات، فزي اي يوم طبيعي عم خالد ده امبارح كان محمل كميه كبيره من البنزين وراح يفضيها في المحطه في منطقه العاشر من رمضان تقريبا في المجاوره 70. دخل عادي، فجاه عم خالد بدا يحس ان في ريحه شياط موجوده في العربيه بشكل رهيب، فرجع عشان يبص على العربيه اتفاجئ ان العربيه النار ماسكه فيها. عايزك بقى تتخيل معايا ان عربيه محمله بنزين بكميه كبيره جوه محطه بنزين، محطه البنزين دي اصلا زحمه مليانه عربيات كتير جدا، ده غير ان على طريق، يعني عشان العربيات تفكر انها تمشي او تبعد دي مشكله كبيره. طبعا الناس كلها بتجري واللي بيهرب واللي مش عارف يعمل ايه في موقف زي ده، لان الموضوع كان بينه وبين ان تحصل بلوه كبيره هي ثواني بالظبط. الا بقى ان عم خالد